اتفضل يا سيدي الناس. معلش، سؤالين على السريع بس. أول سؤال، حضرتك دايما بتأكد دايما على حتة الممارسة. طيب أمارس إزاي؟ هل أقدر إن أنا أمارس وأنا أصلا مش محاسب قانوني، أنا محاسب عادي؟ وأمارس إزاي؟ هي دي النقطة. أنا دايما يعني كل ما حضرتك ما بتتكلم في النقطة ديت بسأل نفس السؤالين دول بس. انت شغال فين؟ أنا شغال محاسب عام. فين؟ في السعودية، هنا في شركة في السعودية. صغيرة متوسطة ولا كبيرة؟ يعني يعتبر ما بين المتوسطة والكبيرة. بتشترك في إعداد القوائم المالية؟ أنا ما بقاليش شهرين، يعني يعتبر أنا جديد لسه. أمال أنت ماشي هتشتبك في إعداد القوائم المالية. مسؤولياتك إيه الحالية؟ مسؤولياتك إيه الحالية؟ كل الدورة المحاسبية. ده عظيم، يعني بتسجل أرقام بالملايين؟ مش لدرجة ملايين، بس بمبالغ. يعني أنا ماسك مصنعين الحمد لله لحد دلوقتي. ماشي، اللهم لك الحمد. بس ليه مش بالملايين يا أخي؟ ربنا يوسع أرزاقكم يا رب. ماشي يا سيدي الناس. هل أنت مسؤول عن كافة الحسابات والتحركات والأرصدة اللي بتحصل على الأرض كلها؟ أنت مسؤول عنها؟ مطالب؟ مش كلها. معظمها مش كلها. ماشي تمام. أوكي. بص يا فندم، هنا في مستويين. يعني مستوى أول وهو إن أنا أكتسب خبرة. اسمع مني كويس. إن أنا أكتسب خبرة في تطوير التقارير اللي ممكن تطلب مني في هذه النوعية من الأرصدة اللي أنا ماسكها، سواء من مديري المباشر سواء من أي حد تاني غير مباشر. تمام؟ ده مستوى أول. يبقى أنا مطلوب مني عملاء، مطلوب مني مخازن، تمام؟ مطلوب مني موردين، مطلوب مني مشتريات، مبيعات، مطلوب مني تكاليف، مطلوب مني مصروفات، تحركات بنكية. فاعمل فيها ايه؟ اعرف اقدم تقارير واحلل. استخدم الداتا اللي عندك ان انت تحللها، تحلل تحركات النقدية، تحلل تحركات العملاء، تحلل التحصيل. استنى بس، الله يبارك لك، ما تقاطعنيش، الله يرضيك. ده مستوى نبدع فيه، ياخد شهر 2 3 4 سنة، ياخد زي ما ياخد. المهم ان انا ابدع في المنطقة دي. خلال الفترة دي الصوت عندك يا مستر عمرو، الله يبارك لك. خلال الفترة دي يا فندم فانت بتسعى ان انت تفهم الكومبوننتس بتاعتك دي بتركب فين في التقارير النهائية. بتسعى لان ممكن ده يكون غير متاح ليك. حضرتك محاسب في منطقة، في مدير مالي او مدير حسابات بيقول لك هات وهو بيركب ويودي، تمام؟ فانت حضرتك هنا مطالب ان انت تفتح لنفسك المساحة وتكتسب الثقة من مديرك المباشر، ان انت تحاول كل شوية توسع نطاق سلطاتك ورؤيتك وتركيبك للحسابات دي جوه الحسابات النهائية والإجمالية. شوية شوية توسع نطاق مسؤوليتك وتقعد تزحزح، تمسك عملاء، حط ايدك على موردين. بعد ما تتمكن من المنطقة اللي انت فيها، ما انت ما تبقاش ماسك عملاء ومهزوز فيها وتيجي تقول لي همسك موردين. حضرتك تلف المنطقة اللي انت خدتها كده على صباعك. ساعتها انا اجيب لك واحد يشتغل تحتيك. الله، ما انا عايز استثمر وقتك. انت هتمسك موردين. الترقي هيجي واحدة واحدة طول ما انت مهتم وبتاخد خبرة. فيبقى المستوى الثاني ايه؟ ان احنا نشتبك في اعداد قوائم مالية. نوصل بعد سنة بعد سنتين ان احنا بنعمل قوائم مالية. ماشي؟ بص يا جماعة، زمان انا كنت حتى لما ببدأ ادرس موضوع القوائم المالية ده بالشكل الاكاديمي البحت المقرف، هو صح، ما كنتش فعلا حاسس باهميتهم. اهمية الورقتين دول، قائمة دخل، قائمة مركز مالي، قائمة تدفق نقدي، والله العظيم ما كنت حاسس باهميتهم، لاني كنت بدرسهم من منظور اتعلم يا طالب يا اللي عايز تنجح، او اتعلم يا موظف يا اللي عايز تاخد 10,000 جنيه في الشهر.
لكن لما احتكيت بالبيزنس وبالمشاريع وباصحاب المشاريع وباصحاب المصلحه، عرفت ان الورقتين دول ليهم قيمه. خلاص؟ على حسب مستوى البيزنس ومستوى المشروع والاطراف اللي بتتعامل مع المشروع. فانت حضرتك هتوصل لدرجه ان الكلمتين دول يتاخدوا منك ومش هراجع وراك. كسبانين كام؟ راس ايه التفاهه دي؟ ما هي دي تافهه، بس لما تكلمني في منشاه راس مالها 100 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون وفيها 3 4 شركاء وفيها توزيعات ارباح وناس عماله تسحب وتحط وتطلع وتنزل وتاخد وتودي وبضاعه وخساره وايرادات ومصروفات ومصانع وتصنيع، ده لا امبوندي لا امبوندي لا وانت هتلم لهم الميغا دي يا برنس الليالي في كلمتين. كسبانين ده حق، راس مالنا ده حق. عرفت ان دول بقى بفلوس، وانا بقولها في العلن. اللي يلزمه يتفضل. الموضوع واقف على مقدار الخبره والجهد اللي انا هبذلهم عشان اتحقق لك من الرقمين دول واقول لك دول حق. فده بيشتغل عليه محاسبين ومديرين حسابات ومديرين ماليين وجهات تانية مستفيدة ومراجع خارجي واطراف. كم طرف معتمد على الكلمتين دول؟ كم طرف؟ كم واحد؟ ما انا ما بقاش انا بشتبك في اداء قوائم ماليه وكل اللي مطلوب مني ان انا ادي لمين؟ لمديري المباشر. نطاق رؤيتي وخبرتي بالقوائم هتبقى ضعيفه. انا لازم احتك بالملاك وافهم ميولهم واحتياجاتهم، واحتك بالاداره وافهم ميولها واحتياجاتها، واحتك بمصلحه الضرائب وافهم ميولها واحتياجاتها، واحتك بالبنوك اللي بطلب منها تمويل وافهم ميوله واحتياجاته، واحتك بالمستثمرين الجدد هم بيشوفوا المنشاه ازاي ومن اي وجهه نظر وافهم ميولها واحتياجاتها. احتك بكل الاطراف اللي ممكن تعتمد على التقارير دي. كل ما هتوسع نطاقك، ودي منها منين؟ اجيبها منين بقى؟ دي اوصل هنا ازاي؟ حبيبي دي بتاعت ربنا بس عشان ما تتعبش قلبك. ريقك يجري وتقول قشطه ده انا برنس. لا يا فندم، دي محتاجه مكونات كتيره تتصب في طريقك بفضل ونعمه وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ عشان تحترف المحاسبه والماليه وتجرب ده وتتاكد منه. شوف دي ستيب، وتلاقي المكان اللي تقدم فيه وتلاقي الناس اللي تقدر. فدي انت لحد دلوقتي بتعمل ايه؟ بتتعلم المحاسبه. لسه لك 3 يا باشا. انا مش هخليك خبير، انا بنور لك اللمبه، بوريك الطريق.